مش بندقية وبس، دي كمان مزيكا بيعزفوا فيها نهاوند وسيك. صباح الخير يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا اهلا. هناخد من وقتك شوية لو تسمح. اهلا يا فندم، اتفضلي يا فندم. سيادة اللواء أحمد الجرحي مدير مصلحة التدريب، خليني أعترف لحضرتك اعتراف إنه كتير كنت بمر في شارع صلاح سالم وأشوف المبنى الفخم الشيك على الشارع الرئيسي في صلاح سالم، إنما ما كنتش بعرف في المبنى ده إيه الدور اللي بيقدمه. واعتقد انه كتير كمان منا كمصريين ما يعرفوش الدور المهم اللي حضراتكم بتقوموا بيه هنا. فخلينا مع حضرتك نقرب شويه من مصلحه التدريب بدايه تاسيسها، وكان ايه الهدف في البدايه من تاسيسها؟ هي مصلحة التدريب كمصلحة اتأسست في نهاية الستينات، وهي مسؤولة عن التدريب أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط التدريبية لكافة مديريات الأمن والمصالح والإدارات الشرطية، ومسؤولة أيضا عن توحيد الفكر التدريبي بحيث يبقى فيه خطة متكاملة موحدة بيتم عليها التدريب في كافة قطاعات الشرطة. ومسؤولة عن تطوير التدريب بما يتماشى مع العلوم والتكنولوجيا، ومسؤولة أيضا عن استقبال المواطنين الجدد المرشحين للعمل كأفراد شرطة في معاهدها على مستوى الجمهورية. يعني ليس خريجي الشرطة وإنما مواطنين حابين يلتحقوا بالجهاز الشرطي. المواطنين المرشحين للعمل ليتخرجوا رجال شرطة. أفراد شرطة. هل في يعني المواطنين دول هل بيكون لهم مواصفات معينة عشان حضراتكم طبعا تقبلوهم؟ طبعا في مواصفات بالنسبة للطول والعرض والوزن والثقافة طبعا بعد ما بيمر بالاختبارات الطبية والاختبارات الرياضية. أهم التدريبات أو البرامج اللي بيحصل عليها المتدرب داخل مصلحة التدريب؟ احنا بنركز على التدريبات العملية في الفترة، يعني حصل تحول في الفترة الأخيرة ان احنا بنركز على التدريبات العملية نظرا للظروف الأخيرة اللي بتمر بيها مصر. فبنرفع مستوى التدريب الرماية التكتيكية، والرماية التكتيكية دي علشان بس نفهم الناس هي كل مواقع الرماية، يعني من الثبات والحركة ومن السيارة ومن الأعلى ومن أسفل وفي النهار وبالليل. وبنركز على اللياقة المدنية، وبنركز على تدريبات الدفاع عن النفس عشان يكون هناك رجل شرطة قوي يقدر يواجه بدون سلاح أي اعتداء يحدث عليه. سيادة اللواء، ضابط الشرطة قد كده حياته قاسية ومعرض للخطر طول الوقت، والناس في الشارع بتتخيل إنه هو الشخص القوي الصلب اللي ما فيش في حياته أي لمسة إنسانية أو مساحة من الفن، وكأنه حياته بس عسكرية. أنا أعرف إنه هنا داخل مصلحة التدريب في كتير من الأمور الفنية والإنسانية والاجتماعية كمان اللي بيتدرب عليها الضابط هنا. نقرب منها لو سمحت. هو حضرتك احنا بندرب افراد الشرطه في مصلحه التدريب على مسائل كثيره جدا فيما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، يعني كيفيه تعامله مع المجتمع مع الجمهور في كافه مواقع الشرطيه. ونتعلق برضو في دورات مستحدثة كثيرة جدا عن حقوق الإنسان، وفي زي حضرتك ما بتقولي إن هو يعني اللي طبعا اللي بنلاقي عندهم المواهب الفنية ده بنهتم بيهم جدا وبندربهم وبنضمهم لموسيقات الشرطة، لأن موسيقات الشرطة دي تاريخ عريق في وزارة الداخلية، وليها دور كبير جدا وبتشارك في مناسبات مهمة قومية ومحلية كثيرة جدا.
ما بنسيبش اي واحد عنده موهبه فنيه الا ما نستفيد منه يعني. يعني حضراتكم بتبحثوا في داخل المجموعه اللي بتتدرب عن من يملك موهبه فنيه. مظبوط يا فندم. اصل احنا الحقيقه برضو في مساله الموسيقى العسكريه او الموسيقى الشرطيه معلوماتنا فيها محدوده. كنا متخيلين انها فقط الموسيقى اللي بتعزف في التشريفات او امام الرئيس او في مناسبات قوميه ما او في اعياد. هل في جانب اخر من الموسيقى بيلعبوه؟ هل في مسابقات بتتم او مشاركات او تصفيات ما بين فرق مختلفه؟ هو حضرتك الموسيقى، فريق موسيقات الشرطه بيعزف كل شيء. كل حضرتك ما تتخيليه. كل الموسيقى اللي حضرتك بتسمعيها بيعزفها. حتى الموسيقى لو في موسيقى من الاوبرا الاجنبيه. وبالنسبه للمسابقات بتعقد كل سنه في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر كل سنة مسابقة اسمها مسابقة موسيقات الشرطة على مستوى الجمهورية، بيشارك فيها جميع موسيقات الشرطة اللي موجودة في مديريات الأمن والمصالح والإدارات، وبيتم تكريم الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني. غير الفرق الفنية أو الفرقة الموسيقية الشرطية، إيه تاني من برامج التدريب موجودة داخل المصلحة؟ هو إحنا بالإضافة اللي حضرتك قلت لحضرتك إن إحنا بندرب جميع أفراد الشرطة اللي بيتعينوا كجنود جدد. إحنا عندنا في إدارات متخصصة. أيوه. زي إدارة هجانة الشرطة. ودي بيتم تدريب رجال الشرطة على كيفية ركوب الجمل وكيفية التعامل مع مواجهة أي خطر، سواء وهو أثناء ركوب الجمل أو أثناء نزوله منه. وده بيتم في إدارة هجانة الشرطة، وبيتم الاستعانة بهجانة الشرطة في إدارات شرطة السياحة وفي قطاع الأمن المركزي وبعض مديريات الأمن. وفي عندنا في إدارة خيالة الشرطة، دي برضو بتتم فيها فرق متخصصة لكل المديريات اللي بيوجد فيها خيال الشرطة، وتحتاج إلى فرقة تدريبية لأفرادها يقدروا يقوموا بيها في أعمالهم اليومية. فرقة الخيالة بالذات سيادة اللواء ما كنتش عارف انها لسه موجودة او لسه بتمارس عملها لحد النهاردة. فكرتنا القديمة عنها هو فكرة زي ما قدمتها لنا السينما زمان في افلامها، انه بس الضابط بيركب الحصان وبيلف بالليل في المدينة كده يعني يتفقد الامن، انما ما اعرفش انها لسه شغالة لحد النهاردة. هي حاليا حضرتك بتستخدم في تأمين مدرجات مباريات الالعاب الرياضيه، سواء كره قدم او في العاب اخرى من الخارج، لمنع اي محاوله للتسلل داخل هذه المدرجات. وبتستخدم في بعض مديريات الامن في حفظ الامن في اثناء الاسواق اللي بتتم بشكل اسبوعي في هذه المديريات. يعني هي بتدخل عاده في الاماكن الضيقه اللي صعب دخول سيارات الشرطه فيها. مظبوط. بيتم استخدامها في المناطق اللي هي صعب يتم فيها دخول سيارات الشرطه فيها يعني. ده مظبوط. الخياله، الهجانه، والفرقه الموسيقيه الخاصه بالشرطه، ايه تاني يا فندم من التدريب هنا داخل المصلحه؟ احنا عندك عندنا في معهد اسمه المعهد التخصصي للتدريب، وده في معامل لغات لتعليم مبادئ اللغه الانجليزيه، وليست اللغه الانجليزيه بشكل احترافي يعني. احترافي. ودي بيتم فيها
يعني تعليم افراد الشرطه العاملين في شرطه السياحه والمواني وشرطه المينا اللي ليهم تعامل مع الاجانب يعني. في كيفيه التفاهم مع الاجانب وارشادهم بيتم بشكل مبسط يعني. يعني خلينا لو تسمح حضرتك يعني وحد يساعدنا ان احنا نقرب شويه من البرامج التدريبيه المختلفه، ترشح لنا ايه حضرتك نبتدي بيه؟ ارشح لو في اداره موسيقات الشرطه. يعني سياده اللواء هنستاذن حضرتك بس عنايتك نكلم حد يكون معانا مرشد او دليل نروح معاه للفرق الموسيقيه. طبعا في نكلم سياده العقيد حافظ. شوف سياده العقيد حافظ. ايوه انا احمد الجارحي. سياده العقيد حافظ موجود؟ فين الحافظ فين؟ طب خليه يجي لي بسرعه بس. شكرا. سيادة العقيد حافظ لو سمحت هتطلع بس مع الاستاذه والفريق اللي معاها اداره موسيقات الشرطه علشان ياخدوا فكره متكامله عن الفريق ده بيعمل ايه وايه دوره وكل ما يتعلق بالدورات التدريبيه اللي بتتم هناك. شكرا. انا تعبت حضرتك؟ لا يا فندم. شكرا على وقتك. شرفتينا. فرصه.
سيادة العقيد محمد بيه زكريا، سعداء ان احنا مع حضرتك هنا في واحد من مناطق التدريب وتحديدا الفرق الموسيقية، لان احنا من شوية كنا في مصلحة التدريب في شارع صلاح سالم في الدراسة. اتقابلنا هناك مع سيادة اللواء أحمد رجائي اللي كلمنا عن مواقع كتير او مجالات كتير بتقوم عليها مساله التدريب في مصلحه التدريب بشكل عام لوزاره الداخليه. اخترنا او حبينا يكون بدايه النقط المهمه في اداره التدريب اللي هنتعرف عليها هو الفرق الموسيقيه. قبل ما نتعرف على الفرقه الموسيقيه الشرطيه، عايزين نبتدي مع حضرتك في البدايه خالص، ازاي وامتى اتكونت الفرقه الموسيقيه الشرطيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحبا بكم في مكانكم. احنا هنا في إدارة موسيقات الشرطة، وهذا المكان أنشئ من أكثر من 35 سنة، وكان بيقوم على التدريب بالنسبة للفرق الموسيقية الشرطية على مستوى فرق الجمهورية. وتطورت الفرق في هذا المجال إلى وضعنا الحالي، فنحن مسؤولين عن تدريب كل الكوادر الموسيقى الشرطية على مستوى فرق قوات الأمن في جمهورية مصر العربية. الحقيقة ان احنا كنا بنتخيل يعني بدرجة ما انه ضباط الشرطة بشكل عام او العاملين في الحقل الشرطي بشكل عام اكيد معترفين بان قد كده حياتهم صعبة وقاسية وحياتهم طول الوقت مهددة، بس ما كناش نعرف انه في جانب فني في حياتهم، او انه ممكن يكون في منهم فنانين. وانا اعلم من حضرتك كمان في نفس المنطقه ولك اهتماماتك الفنيه ودراستك ايضا الفنيه. عايزين نقرب من حضرتك من اول ما بيجي لحضرتك المتدرب، المراحل اللي بيمر بيها وصولا من انه يكون عضو في الفرقه. حضرتك احنا هنا كاداره تدريبيه بيجي لنا، احنا طبعا بنرشح لكل فرق قوات الامن، بيبعتوا لنا افراد وبيبعتوا لنا مجندين. المجند ده اللي هو بيقعد 3 سنين وبعد كده بياخد شهادته ويمشي. بيجي عندي طبقا لتوزيعه في قوات الامن التابع ليها. مثلا آلة البروجي اللي هي بتستقبل القيادات او بتدي نوبات في حاله وقوع اي اخطار على الوحده العسكريه. بيبقى في نوبات معينه كده، زي نوبه كبسه، زي نوبه حريق، زي كل حاجه وليها نوبه يعني بتنبه بالظبط. بتنبه الموجودين في هذا المكان بحدوث خطر، فيبداوا ياخدوا اجراءاتهم الامنيه. تمام. عفوا يا فندم، يعني الافراد او المجندين اللي بيجوا لحضرتك، هل بيتم اختبارهم او بيخضعوا لفكره اختبارات مواهب او قدرات او كذا؟ طبعا. بيجيني المجند، انا بتكلم في المجندين دلوقتي، لسه ما اتكلمتش في الافراد سيادتك. المجند بيجي بيتفحص طبيا، وبنشوف مؤهلاته، لان مثلا في اليد بيبقى محتاج صوابع تكون سليمه، الشفه تكون لها وضع معين، الاسنان، الكلام ده بنختبره، بتيجي لجنه طبيه وتشوف الكلام ده، وبعد كده بيخش وينتظم في الفرقه ايا كانت مدتها، وهي مدد متعدده. اما بالنسبه للافراد، فالافراد بتجيني وبرضه بنشوف القواعد الطبيه والقواعد اللي هي بتتم على الفرق اللي بيتقدموا ليها، وبعد كده بينتظم في الفرقه. والفرقه عندي متكونه من المستوى الاولي، يعني الراجل جاي ما يعرفش اي حاجه، باخده اعلمه من اول الف ب حتى مستوى القياده، ودي في فرق متنوعه. بيشترط، حضرتك قلت لي انه في مجموعه من الاختبارات في الاول هي اختبارات جسديه بالاساس. بالظبط. هل يفترض او يشترط انه يكون عنده موهبه او حس فني بالاساس، ولا حضرتك بترسخ ده عنده من البدايه؟ بيحصل ان احنا بنلاقي بعض الافراد جايين وعندهم فكره، فدي بتسهل كتير جدا ان هو يتعلم. بالظبط كده. اهم التدريبات بقى اللي بيحصلوا عليها، وازاي حضرتك بتوزعهم او بتقول انه فلان يصلح للاله الفلانيه او فلان يصلح لاله ثانيه؟ بعد ما بيجي الدارس وينتظم، بنبدا نشوف مؤهلاته الجسميه وبنبدا نوزعه. ده لو كان في فرقه عندنا اسمها مستوى اولي، يعني لسه في البدايه، فبنبدا نشوف هل هيصلح على آلة الترومبت مثلا، أو الآلات الإيقاعية، أو آلات اليوفونيوم، أو آلات الباص، أو آلات الريش زي الساكس. كل ده بيتعمل في الأول، وبعدين بنحطه تحت اختبار مدة 3 أسابيع، دي بنسميها عندنا فترة أولى. ثم بعد كده يخش بقى في الفرقة
الاساسيه اللي بيتعلم فيها. فرق الموسيقى الشرطه بالاساس الاتها نحاسيه ولا في الات تانية ممكن تدخل؟ الالات الات نحاسيه والات خشبيه، بس الالات الخشبيه زي الساكس يعني ممكن نقول انه يخش في بند النحاس، لكن ما فيش الات وتريه او شرقيه زي ما هو معروف في الفرق الموسيقيه اللي احنا عارفينها، او الاورج او ما شابه ذلك اللي هي الالات الكهربائيه. احنا كل الاتنا الات نحاس علشان بتتعزف في الميادين. احنا ما عندناش يعني عزف في الاماكن المغلقه، كلها اماكن مفتوحه، لان الناس دي بتشغل طوابير، والطابور ده له قدسيته في اي وحده عسكريه، لانه الموسيقى الحماسيه بتلهب شعور الفرد سواء كان مجند او درجه اولى. في بدايه اليوم بتاعه بيبدا بالطابور، وبتكون الموسيقى مصاحبه لادائه، فبتدي له الحماس. ده كمان مطبق في كليه الشرطه على الطلبه. هل نقدر نقول لسياده العقيد انه الموسيقى او الفرقه الموسيقيه للشرطه دورها بالاساس هو مع العمل العسكري او مع التدريبات الشرطيه، ولا ممكن نلاقيها في مناسبات اخرى غير المناسبات المتعلقه باحداث قوميه مثلا او اعياد رسميه او مراسم او تشريفات او كده؟ اقدر اقول لسيادتك انه جميع الاحتفالات القوميه في جمهوريه مصر العربيه كنا بنشارك فيها. العيد القومي لمحافظه كذا. عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنروح الجامعات المصريه، بيبقى في عندهم مثلا بدايه العام الدراسي بيبقى عندهم يوم اسمه يوم الخريجين على مستوى الكليات، كانوا بيجيبوا موسيقات الشرطه تحديدا وبتروح هناك وبتشارك الطلبه فرحتهم بتخرجهم، يعني بتقوم بعمل الموسيقى اللي هي الجميله اللي ممكن تكون حماسيه او قوميه، او كمان الرجاله بتوعنا الحقيقه حافظين برضو بعض الاغاني اللي ممكن بتبعث السرور لدى المشاهد. اصلا افتكر انه زمان كانت فرق موسيقى الشرطه كانت بتجوب الشوارع وقت الاعياد القوميه مثلا او بالظبط يا فندم، وكان في حاجه زمان اسمها الكشك الموسيقي في اي حديقه. وده كان موجود. وكانت الفرق زمان بتطلع وبتخرج، وفي الاعياد القوميه وفي العيد الصغير وفي العيد الكبير، يعني الكلام ده كان بيتم الحقيقه لغايه يعني الاحداث الثوره. موسيقى الشرطه مكونه من كام عضو، وعايزين نتكلم كمان عن دور المايسترو فيها لانه دور بارز. يعني من التسجيلات او من التصوير اللي بنشوفه للمايسترو احيانا طبعا هو بيتقدم المسيره بدايه، عصا المايسترو في فرقه موسيقى الشرطه مختلفه عن المايسترو اللي بنشوفه في حفلات الاوركسترا مثلا او في اي حفلات ثانيه. فريق موسيقى الشرطه بيتدرب كتير فبيحفظ، وبالتالي الناس دي
بتعرف النوتة الموسيقية وبتحفظها وبتقول بعد ما المايسترو يبدأ بدون نوتة. يعني هي بالاساس التدريب بيبقى نوتة مش سماعي. طبعا. طبعا. الناس دي دارسة. امال الفرق دي معناها ايه عندي؟ هذه الفرق بيتدرب فيها على كل شيء، ثم بنحتفل بتخرجه اللي هو نهاية الفرقة. بيبدأ يروح وحداته وبيبدأ يعزف، خلاص حفظ وتدريب مستمر، وبالتالي ممكن يقول بدون نوتة. ودي الشطارة. ودي الشطارة هنا فنيا. يعني هو الحقيقة انه احنا حابين نسمع كمان يا سيادة العقيد مع حضرتك حاجة تانية من فرقة موسيقى الشرطة، ونكمل كلامنا بعد كده لو تسمع. ده شيء يسعدنا. اتفضل. اتفضل يا محمد بيه. سيادة العقيد، المقطوعة اللي سمعناها دلوقتي واحدة من المقطوعات العالمية، وده هيقودنا للسؤال عن اختيار المقطوعات اللي بتعزفها فرقة موسيقى الشرطة، وإلى أي مدى ممكن في مقطوعات مصرية تناسب إنها تعزف في الحفلات أو في المناسبات المختلفة. أنا عايز أقول لسيادتك إن إحنا سنويا بننظم مهرجان موسيقات الشرطة، وهذا المهرجان أو هذا الامتحان خاص بكل فرق الموسيقى على مستوى الجمهورية. حضرتك يا فندم قائد عام أو مشرف على كل الفرق بالظبط. فعايز أقول لسيادتك إنه بننتقي أولا المقطوعات، وبنهتم إنه المقطوعات دي منها جزء يكون عالمي، ومنها جزء يكون قومي مصري. وبنطبع هذه النوت، وبنجيب رؤساء الفرق لكل فرق الجمهورية بيتسلموا هذه النوت، وبنديهم فترة للمذاكرة يتدربوا عليها بالظبط. ثم بنعقد لجنة، وبتيجي كل الفرق دي وتختبر في هذا المكان اللي احنا واقفين فيه على مستوى الجمهورية. بنجيب لهم لجنة من بره عشان يبقى الحكم حيادي تام. بنجيب اساتذه من الكونسرفاتوار، بنجيب اساتذه ودكاتره من الاوبرا، وبيقعدوا وبتخش فرقه وتمتحن بامتحان. هذا الامتحان له شقين، شق انضباطي شرطي وشق فني. الشق الانضباطي الزي، المظهر، الآلة، الشكل العام اللي انا بطمئن لما الراجل ده يخرج بره ويلتحم حتى مع الجماهير يبقى شكله ايه. هذا الشق بيحاسب عليه حتى درجات. الشق الفني ده بيختص بيه اللجنه الفنيه اللي بتيجي زي ما قلت سيادتك من الاوبرا، وبيختبروه بالنوته. مارش عالمي لفاجنر، مارش عايده، بيبداوا يقيموهم فنيا ويعطوا درجات. وعندنا 3 فرق منطقة مركزية و3 فرق منطقة غير مركزية. المنطقة المركزية طبعا القاهرة، في عندنا في كلية الشرطة، في عندنا الأمن المركزي، في عندنا في مصلحة السجون، في عندنا في قوات الأمن. أما المنطقة الغير مركزية منوفية، ده أهلية، شرقية، كل دول بيتباروا وكل دول بيتسابقوا، وبيطلع الأول والثاني والثالث في كل منطقة، والسيد الوزير بيكافئهم ماليا. سيادة العقيد، حضرتك قلت لي من شوية انه تدريبات عادة الفرق الموسيقى الشرطة ما بتتمش في اماكن مغلقة، وانما في مكان مفتوح زي اللي احنا فيه بالظبط. عايزين نقرب من المنطقة دي، وكمان نقرب لفكرة التشكيلات اللي بنشوفها مثلا في العروض العسكرية او في المناسبات المختلفة. موسيقى الشرطة ازاي بيتم تدريبها، او فرقة موسيقى الشرطة ازاي بيتم تدريبها، وازاي تستغلوا المكان اللطيف ده في انه تقام فيه التدريبات؟
اللي بيحصل بالظبط يا فندم لما بيجي لنا تكليفات بعمل تشكيلات لمناسبات، فبنجيب الفرق اللي احنا عايزين ندربها، والملعب اللي سيادتك واقف عليه ده بيتم تخطيطه طبقا للتشكيل المقترح، لانه بيبقى له سيمتريه معينه. هكلم سيادتك على اخر تشكيل عملناه، وده كان في العام التدريبي المنصرم، وده خاص بحاجه عندنا اسمها يوم التدريب، وده لكل الجهات بتاعه الجمهوريه ومحافظات. جبنا الفرق، بنبدا نختار المقطوعات، بس الاول بنبدا ندخلهم مشاة علشان يعني نعلمهم ازاي الصفوف والتدخلات والدواير والمثلثات والكلام ده كله، وبعد كده بنركب الموسيقى على الحركه. وبالتالي في الاخر بنعمل بقى اكتر من بروفا، ويبدا التشكيل يظهر. عايز اقول لسيادتك انه التشكيل السنه دي كان فيه مفاجاه. المفاجاه دي انه احنا عندنا في الشرطه في مدرسه للتمريض، بنات اناث. البنات دول احنا انتقينا مجموعه منهم وجبناهم عندنا هنا ودربناهم، واكتشفنا ان البنات دول في الاصل عندهم المواهب الفنيه يعني. وعملنا تشكيل كان في نهايته جبنا البنات دي واصطفوا امام التشكيل وادوا اداء ايقاعي كان معجزه. كانوا مع التشكيل. والعرض ده شافه السيد وزير الداخليه عظيم، واعجب جدا بالاداء للافراد وللبنات، لانهم يعني بنات صغيرين جدا، ولكن في خلال مده 35 يوم عملوا معجزه. اللي يتفرج عليهم يقول دول مثلا بقالهم 5 سنين بيتدربوا في هذا المجال، مع ان هي كانت القصه عباره عن 35 يوم تدريب مكثف لا اكثر. عايز ارجع تاني لو تسمح حضرتك لفكره المسابقات، وحضرتك قلت انه في مقطوعات اجباريه بيتم الاختبار فيها من قبل طبعا المشرفين او اساتذه الموسيقى من كونسرفاتوار ومن المعاهد الفنيه بشكل عام. بالظبط. الى اي مدى العازف او العضو في فرقه موسيقى الشرطه له مساحه في انه يختار مثلا مقطوعه خاصه يلعبها اثناء المسابقه، بالظبط، تبرز موهبته الخاصه؟ هل في سوليست او عازف منفرد بيقدم سولو مثلا، ولا ده صعب يعني؟ لا طبعا، انا عايز اقول لسيادتك انه عقب نهايه الاختبار ده بيبقى في شروط المسابقه ان كل فرقه تختار مقطوعه بمعرفتها هي. فكل فرقه بتيجي بتختار مقطوعه، ودائما ما بتكون يا عربي يا اجنبي، وبيبداوا يقولوها، ودي بتديهم جايزه اللي هي العزف الفني الاختياري. عايز اقول لسيادتك كمان انه في عندنا اختبارات عقب امتحان كل يوم في العزف السولو على كل الآلات الموسيقية. بيجي الفرد ويقف قدام اللجنة لوحده، وبيقوم أحد السادة الفنيين من دكاترة الأوبرا أو الكونسرفاتوار وبيختبروا في النوتة ثم العزف، وبيقيم وبياخد درجة وبياخد مكافأة. أنا أعرف إنه من فرقة موسيقى الشرطة خرج منها كتير من الملحنين العظام اللي جم على مصر، زي الفنان حسن الشجاعي، زي الفنان محمود إسماعيل، علي إسماعيل عفوا. علي إسماعيل. بس دول كانوا قوات مسلحة مش شرطة. لكن مفيش تعاون ما بين الفرق، او ما بيحصلش بقى منافسة ما بين؟ لا بيحصل يا فندم. لما بيكون في مناسبات مثلا زي 6 أكتوبر، يعني احنا في كذا مرة التحمنا مع موسيقات الجيش، وعلى فكرة برضه هم عندهم عازفين لا يقلوا عنا مهارة، بل بالعكس يعني كنا بنتلاحم وبنعمل تشكيلات في المناسبات القومية. ده حصل فعلا. سيادة العقيد، أنا عايزة أشكر حضرتك على وقتك أولا، وعايزة أشكر حضرتك كمان على إنه مصر فيها هذه الجودة من فرق موسيقى الشرطة اللي بتقدم موسيقى حقيقية. احنا سمعنا لبعض المقطوعات، وعايزة كمان يكون ختامنا بواحدة من المقطوعات الأخرى. بس بجد خليني أشكر حضرتك جدا جدا على هذا المستوى. حضراتكم شرفتونا، وأنا أشكركم على حضوركم، لأنكم بتبرزوا الدور اللي بيقوم بيه الرجالة دي، وهم لهم دور فعال جدا وحماسي، واحنا محتاجين ده في الوقت ده. أشكرك يا فندم. نسمع حاجة مع بعض. محمد اتفضل.
وانا خارجه كنت بسمع بدل الرصاص نغمات، وبدل ها مين هناك اهواك يا وطن اهواك.